حافظ الأسد كان عنده براعة شديدة في إدارة الملفات الخارجية. يعني سوريا كانت بأيام حافظ الأسد عندها علاقات مميزة مع إيران، بس علاقتها الأميز كانت مع الدول العربية. يعني ما كانش في عصر حافظ الأسد ممكن العلاقة مع إيران تطغى أو تؤثر سلبا على علاقة سوريا مع المحيط العربي. سوريا بعد حافظ الأسد كانت محتلة لبنان، قاطعة علاقتها مع العراق مشان إيران ومع الأردن ومع تركيا، حتى أنه من عام 1977 لعام 1990 كانت مرحلة توتر بين سوريا ومصر وحتى مع السعودية. يعني مين ضل الدول العربية؟ كوريا الشمالية. شلون أنت قريت الموقف؟ إن حافظ الجيش كان سياسي وقوي بالسياسة الخارجية. لكن بنفس الوقت كان في نوع من الحكمة السياسية اللي خلق نوع من التوازن داخل المجتمع السوري. وبالداخل كان في حكمة وتوازن، توازن بحيث ما يصير كتير مجازر، يعني مجزرة مجزرتين كل سنتين ثلاثة. حكمة إنه كل الوظائف بالجيش والمؤسسات لطائفة واحدة،